تبحث عن صباحك. يسهر الليل وهارم من جراحك. بتسهر الليل وتبحث عن صباحك. والهوى الغدار كسر في جراحك. تقول الله من يسمع صياحك. والهوى الغدار كسر في جراحك. تقول الله من يسمع صياحك. السلام عليكم. كيف الحال يا عيال؟ ايش الحال معلة؟ طيب يا ابويا فين الشيشه حقتك؟ قوجي. ايوه ابو هلال. يا ابويا الشيشه حقته معلة، بعدين نجيب الشيشه في الجلسه حقتي ها؟ وبراد وباربع وكثر الحلا حبوب الراس ها؟ عذرا استاذي الفاضل، بس لو سمحت كلمة واحدة. يا عمي يا مليح، انت استاذ مين يا ابويا؟ انا ابو هلال. بعدين تعال، اذا ما شالتك ارض شيلك عيوني. اي كلمة يا قوجي. شين شاي وشيشة المليح. الله يطول لي بعمرك يا عمو هلال، انا ما اشرب شيشة، انا طالع في موضوع مهم وخارجي، ويا ليت انك ما تفشلني. كيف؟ يا واد رقبتي سدادة، انت تأمرني امر. امرني يا طعم. الله يطول لي بعمرك يا استاذي، انا شاب مذيع توني جديد، وهذا زميلي مهندس تسجيل جديد برضه. يا عمي شباب الوطن، شباب الوطن احنا نفتخر فيكم. بعدين من الوطن غير شبابها؟ قول لي ها؟ شرفنا يا عمي نهاية. الله يسلمك ويطول لي بعمرك. الحقيقة الأخوان في الإذاعة لما قدمنا عليهم قالوا لازم تطلعون بالمايك برا الإذاعة وتسوون لنا تحقيق. إذا نجحتم أهلا وسهلا، ما نجحتم يعني. وترى زميلي ما يتكلم، لكن السمع 100% ما شاء الله عليه. ما شاء الله شباب الوطن. مهندس في سمع كويس، انت في انا كلام، انت في سمع. تعجبني يا شباب الوطن. يا عم ابشر بالتحقيق وما يلحق التحقيق. اذا احنا ما وقفنا مع شباب الوطن مين يوقف؟ ها؟ قل لي انت مين يوقف؟ الحقيقة يا عم أبغى أسوي معاك لقاء عن حياتك، عن البيئة اللي تربيت فيها، العادات، التقاليد، حاجة زي كذا. وبرنامجنا اسمه شخصيات وأماكن. يا ابويا شخصيات مين ومكاين مين؟ عمي أنا أحد من خلق الله المستورة، عندي شحنتي رايح جاي على الخط. هي الشخصيات. لا 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 لا، بالعكس أنا أقصد الشخصيات الحقيقية اللي من عمق الناس، اللي معجونة بعرق اللقمة النظيفة. هذول الناس اللي أنا أدورهم. مهندس في سمع كويس، انت في انا كلام، انت في سمع. يا واد ساعة عشان نجيب الطلب. الله يمتحن. هيا خلاص سيبها انا اصب ساعة. الله يمتحنكم يا شيخ. ايوه خلينا مخمق عشان اللقاء مع الشباب الحلوين هذولا. شوف يا ابويا ترى كله علشانك انت وصاحبك. ابغاكم كذا تبيضوا وجيهنا قدام المذيعين والاذاعات كلها. ها؟ انتم شباب الوطن، شباب الوطن، والوطن ينتظر منكم الكثير. لا إن شاء الله أنكم تشوفون الشيء اللي يسركم إن شاء الله. يا واد انتوا اذاعه ولا تلفزيون؟ نسمع ولا نشوف؟ لا أقصد إذاعة إن شاء الله تسمعون إن شاء الله. يا عمي ما اختلفنا، تسمع وتشوفوا. يلا خلينا نشوف كيف نخدم شباب الوطن. خليك جاهز أول ما أعطيك إشارة. جود. في سمع كلام. شوف يا عم أبو هلال. يا عم أنا حبدأ بسؤالك أسئلة حول مكان الميلاد، وبماذا يتميز المكان والعادات وكل الأشياء المتعلقة بمكان ومدينة الميلاد. ايوه نعم حاضر يا عمي. يا عمي عيوني لك انت، حاضرين. يا عم أبو هلال الله يرحم والديك، جاهز معنا أنت ولا وشو؟ جاهزين إن شاء الله. حاضر عيوني لك، تفضل. يلا جاهز؟ كلام يسمع فيه كويس. جود. 3 فينش.
2 1. أعزائي المستمعين، مرحبا وأهلا بكم في برنامجكم الإذاعي شخصيات وأماكن. ونحن الآن على إحدى الخطوط السريعة في وطننا الحبيب. التقينا بإحدى الشخصيات التي نشم فيها عبق هذه الأرض بحواريها وأزقتها وشهامتها وأصالتها. رحبوا معي بضيف حلقة هذا الأسبوع، العم أبو هلال. مرحبا بك يا عم أبو هلال. أهلا بالإذاعة وبأهل الإذاعة شباب الوطن. يا أبوي إحنا إذا ما وقفنا مع شباب الوطن مين يوقف؟ ها؟ قل لي ها. يا عم أبو هلال الله يطول لي بعمرك، احنا ما نبي بس يصير في تشويه في الصوت، نقص الصوت شوي الله يطول لي بعمرك. مرحبا مرحبا يا طعم، عيوني لك. عم أبو هلال، يا ريت تعرفنا على تاريخ ومكان ميلادك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الميلاد في مدينة ينبع البحر، والحقيقة لقد كنت صغيرا يعني ما أتذكر التاريخ. حدثنا عن ينبع، عن العادات والتقاليد وخصوصا وقت الأعياد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يا عمي أنا ما عشت في ينبع، أنا الحقيقة لم عشت في ينبع كثيرا، فلقد جلست يعني 3 سنوات، ثم انتقلت الأسرة الكريمة إلى جدة الموقرة. جميل يا عم أبو هلال، في مدينة جدة، تلك المدينة العملاقة عروس البحر. لا شك أنك قد عايشت جدة القديمة وجدة البلد. هل لك أن تحدثنا عن أجمل العادات والتقاليد وخصوصا في وقت الأعياد؟ يا عم أبو هلال الله يرحم والديك، خليك معنا. مرحبا يا عمي، مرحبا مرحبا. عفوا إيش كان السؤال؟ أنت قلت أن الأسرة الكريمة رحلت إلى جدة، حدثنا عن العادات والتقاليد في جدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لما جلسنا في جدة 6 شهور انتقلت الأسرة الكريمة إلى المدينة المنورة، مدينة السلام، طيبة طيبة، على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. هل لك أن تحدثنا يا عم أبو هلال عن العادات والتقاليد وخصوصا في وقت الأعياد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنني لم أكن مع الأسرة الكريمة عندما راحت للمدينة المنورة، فلقد رجعت إلى خالي في ينبع. يا جيب جمر يا شيخ قبل لا تطفى الشيشة بسرعة وامتحنا. يا عم أبو هلال، يا أبو هلال الله يرحم والديك، ما يصير الناس تسمع تشيل شيشة وجمر. يا عمي مرحبا، آسفين فيري جود ما في كلام. يا صك الجمر خلاص. أنا ما أقصد الله يرحم والديك، خليه يغير شيشة وجمر، أنا أقصد التسجيل. طيب. والآن وقد عدت إلى ينبع البحر، حدثنا عن ينبع البحر. يا أبويا شوف، عشان لا تمتحنا ولا تسوي لنا قروشة. شوف أنا لما رجعت الينبع لقيت خالي والأسرة الكريمة راحوا لمصر، فإيش سويت أنا؟ فقمت رجعتي إلى جدة واستقريت في جدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أهلي في هذه الفترة تركوا المدينة المنورة وأتوا عندي في جدة. هذا ما أود أن أطرحه عليك. جدة القديمة، جدة الرواشين، جدة التاريخ، جدة البحر، الهنداوية. حدثني يا عم أبو هلال عن جدة. جيت على الجرح يا أستاذ. الحقيقة الوالدة كان عندها ربو، فقالوا الأهل إنهم يبغون يطلعونها إلى الطائف، فقلت يمين الله ما تطلع للطائف ولا أسوي لأمكم غشنة، رجعوها للمدينة المنورة، فرجعناها للمدينة المنورة. يا قوجي يا ولد تعال شوف تلفزيون التراب حقك هذا. الله راح شو يا ابوي؟ انا من شفته يقول لي عبق وما عبق. عبق ايه ودوش ايه ونعناع يا ابو عبق انت. بعدين انا يقول لي معجون بعرق اللقمه. عرق الله يمين الله براس الشيشه. لكن يلا شباب الله يصلحهم شباب. أوه لا إله إلا الله.
خلاص انا ريقي نشف يا ابن الحلال. راح جيب لي مويه. تعال جوالي وينه جوالي؟ اكيد طاح في القهوه. اوه يا ولد ايش قصة هذاك؟ انت جايب لي ثلج تقول لي شاهي؟ مويه زي نار. لا خلاص انا بطلع القهوجي من الشباك اخليه يجيب لي اياه. انت راح جيب لي مويه بس. اوه مويه زي نار. يا ريش مقشع الله يمتحنك. قال لي زي النار. يا وجهي الله لا يبارك فيك. مويه ببرد على وجهي. يا رجلي وجهي. هارم من جراحك بتسر الليل وتبحث عن صباحك. يسهر الليل وهارم من جراحك. بتسر الليل وتبحث عن صباحك. والهوى الغدار كسر في جراحك. تقول الله من يسمع صياحك. والهوى الغدار كسر في جراحك. الله يمتحنك قهوجي. أعمال البليد هذا حتى نسانا نعبي ديزل من المحطة. يلا نريح على جنب شوية حتى يجي واحد من العيال ونروح نعبي من المحطة اللي قدام. جالون ونخلص. من روعك وأنت في ذمتي؟ يا لك من قبرة بمعمري. لا ترهبي خوفا ولا تستنكري. قد ذهب الصياد عنك فأبشري، ورفع الفخر فماذا تحذري؟ خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، فأنت جاري من صروف الحذر إلى بلوغ يومك المقدر. وأنت أيها الجرو اذهب وانبح ما يحلو لك، فمن سمع نباحك فهو داخل في حماي، ولا يرعى الكلأ إلا بإذني، بما احتواه من حياض للماء لا يرده إلا بإذن مني، وأنا كليب
يا له من صداع. من أنت أيها الرجل؟ يا ابوي ايش الهرجه؟ لا تجزع أيها الرجل، أنت في حمى كليب وجواره. يا عمي سلام عليكم. تصوروا مسلسل تاريخي صح؟ يا ابوي والله واحد يعرفكم لما تحطوا مكياج. يا ابوي انت الضابط اللي في باب الحاره بلا هرج فاضي، صح ولا لا؟ ثيابك غريبة وكلامك أغرب. من أي العرب أنت؟ يا تقوم بعد شوي حتقول لي كذا فإنك رجال كويس. ألم تسمع بكليب؟ كليب يا عمي كليب. هذا من تجرأ على خرق حمى الملك كليب وجعل نياقه ترتوي وترد حياض الماء دون إذن من كليب. أو تجرؤ يا حثالة العرب على خرق حماية وقد عفوت عنك مرارا؟ اقتله يا سالم. خذها من يدي وأنا الزير سالم أبو ليلى المهلهل. أيها الغريب سالم، اتبعني إلى الداخل. يا عمي ميت؟ يا عمي خاف الله، تقتل الآدمي كذا لا قاضي لا محكمة؟ ايش سوى المسكين؟ الله على الظالم، الله على الظالم. هدي من روعك أيها الغريب، أنت في حمى كليب. يا له من صداع يكاد يفلق جبجبتي نصفين. فدتك نفسي يا أخي. دع عنك هذا يا سالم وامضي إلى شأنك الذي أعرفه. أخي أعلم مني بي، ثم أن هذا أمر كليب، وما أدراك ما كليب. يا تا هذا الزير ما غيره؟ وأنت كليب، أنت كليب صح؟ نعم هو ذاك. أو سمعت عنه؟ لا والله شفتكم 30 حلقة في رمضان. هذا الغريب له شأن، وأي شأن. يا عمي عم كليب خذ ما عاش الصداع يا سيدي. خذ حبة. ما هذا؟ خذ حبة دحين. المويه خليهم يجيبوا يا المايه أسعد ابن منشفة. يا عمي مين؟ خذ هذه المويه هنا بلا. بسم الله. عم كليب يلا حطها في فمك. حطها في فمك. هذه حطها في فمك باليمين. حطها باليمين. ايوه بحطها في فمك. يلا بسم الله. اشرب عليها 5 دقائق ان شاء الله وانت زي الحصان. بسم الله. بسم الشافي المعافي. هات يا ابوي. مرحبا يا عم كليب مرحبا. 5 دقائق وانت زي الحصان يا عم كليب. 5 دقائق؟ نعم 5 دقائق وانت زي الألف. ما معنى 5 دقائق؟ يا دحين 5 دقيقة. 5 دقيقة إن شاء الله 5 6 وأنت كذا زي الحصان. 5 6. 5 6 أقسم إنني لا أفهم كلمة مما تقول. يا عمي زي الحصان. طربق إن شاء الله. طربق. أيوه. ويحك يا رجل، قل كلاما يفهم. ويحك وهلم لك. فين دحين دبرها؟ لقد ذهب الصداع. لله درك أيها الغريب، ليال طوال وهذا الألم لا يفارقني لحظة، وأنت أزلته عني ببرهة. لله درك، أنت منذ اللحظة ضيفي معززا مكرما. يا عمي كثر ألف خيرك. لو استنيت شوية ما أقدر أرجع ولا بعد 40 سنة. إذا قدحت بينكم وجبت العيد أنت وأخوك الزير هذا اللي مشت راسه بطراطيع. ماذا تقول أيها الغريب؟ لا أبدا يا طويل العمر، أقول الله يستر وبس. جليلة من أعز العرب. من أعز العرب يا جليلة؟ قولي، هل تعلمين من أمنع ذمة مني فوق هذه الأرض وتحت هذه السماء؟ تكلمي. نعم، أخي جساس وابن عمه عمرو بن المزدلف. جاب العيد عم كليب
وانت كمان الله يصلحك، ما انت قادرة تقولي كلمة طيبة. هيا شوف القرادة، يطلع دحين يشوتهم يدور على عذر علشان تولع 40 سنة. الله المستعان، الله المستعان. بس أنت صباحا أيها الملك. عم كليب، يا ابو طراطيع يسلم عليك. الزير. أهلا بكما. قل لي يا سالم، هل علمت على بطحائها أعز من كليب وأمنع منه ذمة؟ لا ورب الكعبة ما عليها بأعز من كليب. يا عم زير، هدى اللعب وروق المنقى. انت اللي بتمسك بهم خط، تحشقهم في الاول حتى تحنحن مكاين امهم. عم كليب يا ابوي، انت احسن واحد بالجاهليه. هيا انبسط دحين. يا عمي لا تزعل نفسك، لا تزعل نفسك. الجماعه شيخوك عليهم، هيا لا تقعد تمتحنهم كل شويه طالع لي بسرعه. يا ابوي عيال عمك، اخوانك، اقاربك هذولا، ترى الطغى الطالع عم كليب ما منه الا كل مصيبه. يا ابوي المسلسل هذاك حق الاندلس اللي في رمضان يقول لك الطغاة جسر الغزاة، كلام مليان صحيح. أظنك تقول كلاما جيدا، ولكني أراك تلحن. الحن ايه يا عم كليب؟ ايش بي عبد الله محمد؟ يا ابوي اقول كسرات انا. يا عمي يا ابو ليلى، ما في داعي تشعللها، هدي اللعب. هذا الغريب أريد أن أخذه معي إلى حانة الحي. سأدعوك على قدح من الصهباء. اسمع يا زير، انت يبغالك يركبوك الجمس عشان تعرف ان الله حق، لكن يلا ما علينا، هذه دنيا مو بدينا. يقولون غيروك الناس، يقولون صار فيك حساس، يقولون غيروك الناس، يقولون صار فيك حساس. شوف الحرامية سارقين من الجاهلية. ما علينا. يا عم كليب، يا ابويا عم كليب، صباح الليل. يا ابويا ايش الهرجة؟ عم كليب يا عمي، فين رحت؟ يا عم الجماعة شكلهم يبغوا يسلموا عليك. يا غريب. ايوه. لا يجرؤ أحد على المرور بين يدي كليب إلا بإذنه. القوم أتون ليسلموا عليك وليهنئوك بعيدهم. أشكرك يا عم همام. مرة أقول لك كلمة، لاعب فيك المغشوش أنت. يا عم كليب فكنا من الحركات. الله يا أبويا دخل الجماعة شوفهم. دعهم ينتظروا قليلا. مش هؤلاء أهلك وعيال عمك؟ نعم هم كذلك. وهم اللي خلوك ملك عليهم؟ نعم. لجموع اليمن في خزارة وهزيمتهم اجتمعوا كلهم وجعلوا لي قسم الملك وتاجه ونجيبته وطاعته. يا ابو خلي الجماعة يدخلون، ما في داعي تعطيهم أشكال كذا وتسحب عليهم. فليدخلوا. لا أحد يتكئ في مجلس غيري. خذوا هذا الجلف وارموه خارج الحياة. اعلموا جميعا
لا أحد يتكئ في مجلس غيري، ولا أحد يغير إلا بإذني، ولا توقد نار مع ناري، ولا ترد إبل مع إبلي، ولا أحد يجير رجلا أو بعيرا أو يحمي حما إلا بعلم. والآن انصرفوا إلى عيدكم راشدين، هيا. أترون هذا السحاب؟ مواقعه في حماي، فلا يرعى فيها أبدا إلا بإذني. واعلموا أن وحش أرض النهى والذنائب وواردات القصيبات في حمايتي، فلا تهابوا أبدا. والآن عودوا إلى عيدكم وأهلكم. ابقى هنا يا سالم، وأنت تعال معي لأريك بقية الحي. عمي شكلك معطي الخلق أشكال أنت. فصيل غريب يرعى دون إذن مني؟ يا ويلي يا ويلي يا دم، ايش سويت؟ الله يهديك، جبت العيد يا فيديو كليب، الله المستعان. يا عم انت كمان روقنا، الله يهديك. هذا جزاء من يتعدى على حمى كليب. فصيل غريب يرعى دون إذن مني؟ لا كنت إذا لم أمنع حماي. يا واد روقنا يا عمي شوي، الله يروق. يا ابوي الحاشي هذا اذا قاعد يموت لمين؟ ها؟ فصيل سيدتي البسوس، خالتي جساس بن مرة، الفارس الشهم الأبي، حامي الجار ومانع الثمار. يا عمي احنا نعرف انها قدحت علشان ناقة كبيرة. طيب قل لي البسوس هذه حقتك السوسة دي عندها شيء غير هذا الحاشي الصغير؟ سيدتي لديها أم هذا الفصيل، الناقة الخوارة. يا واد استحي، خوارة ده ايش اسمك انت؟ أنا سعد، راعي سيدتي البسوس. يا سعد يا هاد، احشم شوية، استحي، خوارة وما خوارة، فضحتنا عند الناس. ايش الكلام الفاضي هذا؟ نعم الخوارة، وهي الرقيقة الحسنة. يا سيدي الحمد لله انها ما راح تقدح علشان الجمل الكوبيه هذا، راح تقدح علشان الناقه ولا خوار. حشمتونا مع الناس، الله يمتحنكم انتم ناقتكم. ما خطبك انت والراعي؟ يا عم كليب، ايت خطبك وايت؟ لا ما في شيء ولا حاجه. يلا مشينا نرجع البيت. لحظه، ما معنى مشينا؟ مشينا صديق، يعني في رجل يمشي البيت يرجع. اسمع يا رجل، أنا لا يقال لي في رجل أرجع بيت. أتسمع؟ أنا من يسير الجموع. يا أبوي يا عم كليب، روق المانجا يا أبوي. يا عمي أنا ضيفك، إيش بك نسيت؟ يا عمي بلاش مشينا، خليها هيا ذهبنا. ترى على سيرة الجموع سسير، مش عارف الجموع اللي قلت هذه، ترى ذبحني الجوع يا عم. إيش الحكاية؟
هذه فهمتها. أتجوع وأنت ضيفي؟ لا سمعت العرب أن ضيف كليب قد جاع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا عمي مشي حالك. لا سمعت العرب برضو؟ ما وراهم اللي يتسمعوا العرب هذول. طيب يا عمي معلش، مرحبا على راسي. أثروا كلام الناس هذا وحكاية كلام الناس منذ مبطي وهي معانا. ها يلا يا عمي تفضل. لحظة، أنا من يقول مشينا. هيا. هبا يا ويلي يا ويلي، أغيثوني يا قوم، أنجدوني يا قوم، أنجدوني يا قوم. أين فصيل ناقتي؟ لقد رماه كليب وقتله يا سيدتي. نعم. ادخلوا إلى الخيمة. يا ويلتاه يا ويلتاه. هوني عليك يا سيدتي، اهدئي يا سيدتي أرجوك. من أين لي أن أهدأ وقد قتلوا فصيل ناقتي؟ من أين؟ أغيثوني يا قوم، أنجدوني يا قوم. يا ويلتي يا ويلتي يا ويلتي، أغيثوني يا قوم، أنقذوني يا قوم. مرحبا يا أبوي. من أنت أيها الغريب؟ يا عمي سلام عليكم. محسوبك أبو هلال، وانت شكلك عم مرة أبو جساس، صح؟ هذا ضيف كليب، وهو بمنزلة كبيرة منه. أهلا أهلا بالضيف، وجار لمن لم يرعى حق جوارنا. يا عمي أنا عارف إنه كليب جاب العيد. معلش يا عم مرة، أبو بس عدمنا. أنا تكفى يا عم مرة، جايك في طلب أرجو إنك ما تردني. تفضل تفضل بالجلوس. مرحبا يا عمي مرحبا. إلا يا عم مرة، فين جساس؟ أنا جساس. أهلا يا مليح، أنت اللي حتجيب الطاعة. الله يعيننا عليكم يا شيخ. ما وقوفكما على حوض الذنائب؟ طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشا. ما منعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون. كفعلتك بناقة خالتي؟ أو قد ذكرتها؟ أما لو أني وجدتها في غير إبل مرة لاستحللت بها كل تلك الإبل. أتراك مانعي أن أذب عن حماي؟ ما عقلت استسقاءك من الماء منذ ولدتك أمك إلا ساعتك هذه؟ عمرو، أغثني بشربة ماء. أيها الضيف، ما هو طلبك؟ يا عم مرة الله يطول لي عمرك، أنا سمعت عن ناقة البسوس. يا عمي أنا جاي أشتريها بأي ثمن. من يحمي الجار؟ خوفي على ناقتي أن تقتل. ناقتي هي كرامتي.
أيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل، فإني في قوم عن الجار أمواتي، ودونك إذواتي إليك، فإنني محاذرة أن يغدروا ببنياتي. لعمرك لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي، ولكنني أصبحت في دار معشر متى يعدو فيها الذئب يعدو على شاتي. يا ويلتي يا ويلتي. كفى، اسكتي، لا تراعي. إني سأقتل جملا أعظم من ناقتك هذه. إن قتلت سأقتل الجمل غلال. يا ويلتي يا ويلتي يا ويلتي يا ويلتي يا ويلتي. ياخذك يا عجوز النحس. امتحنك صحيح. يا جماعة اذكر الله يا جماعة. بالنسبة للحاشي هذا مدري الفصيل، أنا سمعت كليب إيش يقول بيعوض أهله بالمبلغ اللي يبغوه ويعتذر كمان. والحقيقة يعني أرسلني لكم وأنا الحقيقة محرج منك أنت يا عمر. والله قال لي روح وأنت أطلب الجماعة، لأني أنا طلبت من فترة، قلت له نفسي كذا في ناقة أسمع عن حليب الخلفات وكذا. قال لي روح شوف أجمل وأعظم ناقة واشتريها بالثمن اللي يبغوه. والحقيقة يا عم لما صار اللي صار الحقيقة قلت أنا أشتري الناقة أم الفصيل اللي مات، يكون ثمنها يعني كذا شراء وتعويض في نفس الوقت. بعدين قال لي روح لعمي مرة بن ذهل بن شيبان، هيا شوف اسمك الثلاثي، أنا جاي أشتري ناقة السيد المصونة والجوهرة المكنونة عمتنا البسوس. شكلها قلبت خطوبة يا أبو هلال. هذا رسول ابن عمكم وقد عرف قدركم وأبدى أسفه، فما قولكم في طلبه؟ وأوجه زبدة قولي إلى ولدي جساس، فهي ناقة خالته وأخت أمه. لا رأي لي إلا بعد رأي خالتي البسوس. لا سمعت العرب بأن البسوس ابنة المنقذ قد باعت ناقتها بتعويض فصيلها. يا ويلتي يا ويلتي يا ويلتي. الله يمتحنك يا عجوز النحس. صادق العرب يوم تقول أشأم من البسوس. ما علينا، حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعة لا مؤاخذة يعني عمرة لو سمحت لي، يعني أبغاك كذا بالإذن من الجماعة سر كذا بيني وبينك برا لو سمحت، إذا سمحت يعني. تفضل يا عمي، روق المنقى. تفضل يا عمي. يا ويلتي يا ناقتي، أين أنتم يا قوم؟ أين أنتم يا قوم؟ يا ويلتي. شوف يا عمرة، الحقيقة أنا أبغى أسألك سؤال، وأنت رجال عاقل كذا وحكيم. أطلق جمل عندكم وناقة كم تسوى؟ فلوس يعني قرنقش. يا قوم. قرنقش؟ ما هذا القرنقش؟ يا عمي ربي دولار، أي فلوس كم يعني؟ يا ويلتي يا ويلتي قطعتان من الذهب. يا ويلتي يا عمرة يا ويلتي يا ويلتي. أين أنتم يا قوم؟ أغيثوني يا قوم. يا خالة بسوس ارحمين، الله يستر عليك. اسمع يا خالة بسوس، شوف يا بسبوس يا بسبوسة، نعم. 5 قطع ذهبية ثمن الفصيل، عيار 24 قيراط. ايش قلت يا بسبوس؟ لقد أقنعني هذا الغريب بمراعاة أواسر الدم والقربة. إلى الملك كليب أهديت ناقتي لكلكلها والقصريين وجيبوا، لتبلغني دار امرئ كان نائبا، فقد قربتني من نداك قروب، وأنت امرؤ أفضت إليه أمانتي، وقبلك ربتني إليك ربوب. سيدي على ريحية. هيا يا ولدي هيا.
سيد القوم، يا ابويا كليب، يا كليب، يا عمي، يا ابويا، يا كليب، كليب، يا سيد القوم. يا عم كليب، طلبتك بوجيه اهلك هذول كلهم. حتى ولو كان ملك التبع حسان فهو لك. يا عم الناقة هذه شريتها ب5 قطع ذهبية، وابغى ادفع حقها في اللحظة والتوة. ولكنها لا تساوي قطعة واحدة. هذا يا استاذ كليب، انا طلبتك واهلا اني ينتظروا حقها. ومن صاحبها؟ هيا ذحين تقول له البسوس خالد جساس بعد الكلام اللي سمعه من حرمته حيركب راسه ويسوي فيها حماية المستهلك، ويقول لك لا سمعت العرب انهم غشوا جار كليب. لم تقل لي لمن هذه الناقة؟ يا عمي هذول جماعة من الأعراب، قابلتهم مغرزين في البر. هي لك، ودعها ترعى مع إبلي التي لم تر وتسمع العرب بمثلها. هذا العرب اللي ما عندهم شغلة بس جالسين يتسمعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت هنا يا جساس؟ مرحبا بابن العم. كيف حال ناقة خالتنا البسوس مع ضيفكم أبي هلال؟ أبي هلال يا مرحبا. عبد جساس، كيفك؟ طيب الحمد لله. الله يبارك. عمرو بن المزدلف يا ابوي، كيف الحال؟ يا ابوي صحيح اللي تقولوا العرب عنك؟ وماذا قالت العرب عني؟ يا عمي ايش قالوا؟ قالوا المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. يا عمي وبعدين الحقيقة احنا مجموعين كذا ان شاء الله على خير. عندي كذا طلب من عمنا كليب، والحقيقة الرجال يعني والآدمي خجلنا بكرمه. أنت ضيف كليب وكما طلبت. الناقة يا عم كليب، يا عم كليب الله يرحم والديك. يا ابوي ناشدتك الله، هاي شوف بالعربي الفصيح، ناشدتك الله ما يعرف موضوع الناقة إلا أنا وأنت بس. وتلك الجموع التي كانت خلفك يوم طلبتني إياها؟ يا سيدي ما في مشكلة، أهم شيء اللي في بالي ما يدرون، يعني لا تفتح فمك بكلمة واحدة. ماذا؟ أولمثلي يقال هذا؟ يا عم كليب اذكر الله، بدأت ترفع عم كليب. يا عمي أنا أقصد أن لا تأتي على ذكرها مطلقا. لك ذاك. والآن اذهب لجمع الحطب، فإننا سنقضي مقيلنا في هذا المكان. هيا تحرك. مرحبا. هيا المليح بدأ يوزع أوامر عمك كليب، هذا اللي أنا حاسب حسابه. يا أبويا لا سمعت العرب إنه أبو هلال اشتغل معاوني عند كليب. يا لثارات عبس، يا لثارات عبس، يا لثارات عبس، يا قوم، يا قوم، لقد غدر الربيع بن زياد بقيس بن زهير وأخذ درعه الذي أخذه من أحيجة بن الجلاح ويدعى بذات الحواشي، فقد أعاره قيس الدرع لما أعجبه ليلبسه ثم يرده، ولكنه امتنع بعد لبسه عن رده،
وطالت الأيام، فصير الربيع أهله إلى مرعى كثير الكلى. فلما علم قيس اعترض القافلة ووجد فيها أم الربيع فاطمة بنت الخرشب، وهي من تعلمون من منجبات العرب. أذهب بكن فأبيعكن بدرعي. أي قيس، ضل حلمك؟ أترجو أن تصطلح وبني عمك وقد أخذت أمهم فذهبت بها يمينا وشمالا؟ ليقول الناس في ذلك ما شاءوا، وحسبك من شر سماعه. وعرف قيس مغزى ما قالت له، فخلى سبيلها وأطلق الإبل وسار بها، فباعها واشترى خيلا، وتبعه الربيع ولم يلحق به، وكان فيما اشتراه من الخيل داحس والغبراء. يا أخ العرب أناتك يا أخي، حييت يا أخي. كيف؟ حييت. عليك السلام، حياك الله يا عم. خير؟ من أي عرب أنت؟ من بعيد الحقيقة، من بعيد ما تعرف. أنا النسابة حذيفة بن عمارة، من أعلم العرب بأنسابهم. قل لي فقط من أي أرض أنت، أقول لك ما نسبك. طيب شوف يا عم نسابة، شايف بوابة المعهد العلمي؟ في قدامها لوحة، تمشي يعني على هونك. قل لي أولا، في أي حاضرة هذا المعهد العلمي؟ كمان هو صادق عم نصابة هذا. طيب نقلوا المعهد العلمي ولا خلوا البوابة من الجهة الثانية؟ نتشرد احنا؟ شوف يا عم، احنا من أهالي الحجاز. أنعم بأهل الحجاز مكانا وسكانا، أنعم وأكرم. أنت ضيفنا، نعم، أنت في ضيافة حذيفة بن بدر وأخيه حمل. هلم بنا، هلم معي إلى خيمتي. عمتم صباحا يا قوم. عمت صباحا يا ابن العم. صباحا. كأني به ضيف غريب. وكذلك يا ابن العم. سلام عليكم يا عمدة، كيف الحال؟ طيبين؟ حللت أهلا ووطئت سهلا. تفضل تفضل. يا ورد، لقد عرضت عليك خيلي فما سمعت قولك فيها. لا أرى فيها جوادا مبرا. فعند من الجواد المبر؟ عند قيس بن زهير جوادان، داحس والغبراء. فهل لك أن تراهنني عليهما؟ نعم، قد فعلت على ذكر من خيلك وأنثى، كما هي داحس والغبراء خيل قيس بن زهير. يا ابوه يا ورد، ايش الهرجة؟ يا عمدة قل له، يا ولد انت كيف تراهن على خيل ما لك؟ ها يا عمي يا شايب السبيت، قل له. أجل قد سمعت قيس بن زهير يحذر من مراهنة سيد القوم كونه في جوارك يا سيدي. فلقد سمعته يقول: ما أبالي من راهنت غير حذيفة، حفظا للجوار، وقد علم أنك لا تقدر عليه إلا في هذه. وقال: إن من يراهن معك على خيله لأنكد. هذا شأني وشأن قيس. عمتم صباحا. عمت صباحا يا قيس. تفضل تفضل. يا عمي ايش حكاية عمتم صباح؟ كل هذه نظافة. ابغى اعوم في الليل انا، ايش رايك؟ على رسلك يا اخ العرب، على رسلك. هذا ضيفنا يا قيس. أهلا بالضيف. يا عمي مرحبا. عم قيس، ها؟ صاحب داحس والغبراء. وقبل أن تعرض ما لديك، لا أبيعهما بمال الأرض جميعا. يا عمي الله يبارك لك فيها، بس الله يكون في عونك. كلامك فيه لحن،
ولكن يبدو أنك واثق النبرات صديقها. يا قيس، لقد حل الرهان بيني وبين ورد العبسي على خيلك، فما تقول؟ ما تقول يا ابن زهير؟ فلا بد من الرهان. الغاية 100 غلوة. يا ابوي غلوة ما اقول ايش براد شاي ايش يعني؟ أي أن المسافة هي 100 رمية بالنشاب. لا يا شيخ، استفدت انا كثير من الاطناب هذا. ايش يعني؟ الغلوة هي مسافة رمي السهم، وما اتفقا عليه هو مقدار هذه المسافة 100 مرة. فالمضمار 40 ليلة، والمجرى من ذات الآصاد، وخيلي هما الخطار والخنفاء. يا عمي كله تمام فاهم، بس ايش حكاية المضمار ويقول لك مجرى؟ من أي حجاز أنت؟ عمي كأنك من بنغلاديش. أقول لك شايب السبيت هتمتحن أمي يا مو استضافنا عمك حذيفة تبدأ تلبخ في الكلام. لا بأس من بعض المستملحات. هيا هات هرجة. ايش هرجة؟ المضمار عند العرب هو الوقت الذي يضمرون فيه الخيل للسباق، وتضميرها أي أن تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تتعرق فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ثم يحمل عليها غلمان خفاف ولا يعنفون بها، فغدا فعل ذلك بها آمن عليها من البهر الشديد على خصرها ولا يرهقها الشد. أعقلت يا أبا هلال؟ يا عم يا شايب السبيت انت كده. إلى الملتقى نهر غد يا حذيفة. هيا بنا يا أنكد بني عبس. هيا. امتحنك يا شيخ. إلى ذات الآصاد يا ابن زهير. لابد أنك قد لاقيت في سفرك إلينا نصبا أيها الضيف. لا والله يا عمد الحمد لله الطريق زي الفل وأمان، لا نصب ولا حرامية ولا أي شيء. يا ابويا وانا اسمع حرب داحس والغبراء، داحس والغبراء، وانا افكر طول الوقت ان السباق بين داحس والغبراء اثرهم طلعوا في مجموعة واحدة ضد مجموعة عمنا حذيفة هذا. هيا شوف المماليح هذول حيحاربوا بعض 40 سنة علشان خيل سبقت خيل. هبا 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 هب. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. تعال معي، تعال. اسمع ما أقول. أريد أن تتلقى داحسا في الطريق، فإن جاء سابقا رد وجهه عن الغاية ولك ما وعدتك. من أنت؟ يا ابوي سمعت كل شيء يمين الله يا شيخ، لا خليهم يوزعوا صورك مع علب المناديل عند إشارات المرور. ماذا تقول يا هذا؟ يقولوا لأفضحنك بين العربان كلهم. أنا سمعت اللي قالوا هذا العمدة حقكم حذيفة باشا. أستحلفك برب البيت المعمور والحرم الآمن ألا تفضح سري. لا يا شيخ مسوي غلبان يا واد، أنت عارف المصيبة اللي أنت حتسويها.
اعذرني يا سيدي، فاعف عني، أنا مقر من ذنبي. يا حذيفة، ماذا هناك يا قيس؟ الظلم وبال يا حذيفة. دعك من الأعذار يا قيس، وللناس أعين، وقد جاء فرساي متتاليتين. يا قوم، لا يأتي قوم إلى قوم شرا من الظلم، فأعطونا بعض حقنا. لا نعطيكم شيئا. يا قوم، لقد كان الخطر 20 من الإبل، فأعطونا بعض هذا الرهان. لا سمعا ولا طاعة. إذن فأعطونا جزورا ننحره ونطعم أهل هذا الماء، فإن نكره القالة بين العرب. 100 جزور وجزور واحد سواء. والله ما كنا لنقر لكم بالسبق علينا ولم نسبق. يا قيس، يا قيس، يا قيس، يا قيس، والدي حذيفة يطالبك بالسبق. والدي يطالبك بالسبق. هيا قول لي دحين، كم أعطاك عمنا حذيفة هذا عشان تلطم داحس وتطلعها من السباق؟ اسمعني كويس، بكرة أبغاك تلطم الخيول ال4 كلها وتطلعها من السباق، ولا يمين الله لا أفضحك بين بني عبس وذبيان وخليص وعسفان كمان. شايف؟ وبعدين شوف، أنا أبغى أعطيك 4 أضعاف اللي أعطاك عمنا حذيفة هذا، وعم قيس بن زهير ضميني عندك. وحذيفة يا ابوي انساني حذيفة وقذيفة حقك هذا، حتصحح لي كمان. اسمع، يلا قوم قوم انصرف راشدا أبيت اللعن. لك 10 نياق من أعز إبلي. يا سيدي مرحبا، احنا نبغى لكم العزة والسلامة وبس. أما بالنسبة للنياق والجمال وكذا، الحقيقة شنطة السيارة يا دوبك تكفي 3-4 كراتين خيار. خيار؟ من أي العربي هذا؟ يا عم قيس ولا تاخذ ببالك يا عم، الخيار هذا نوع من الخضار، بس شكله من دحين وطالع بينقلوه في سيارات البنوك المصفحة عشان خايفين على سلامة السبايك اللي هم شايلينها.
يا سيدي ولا يهمك. الا قل لي يا عم قيس، يا عمي انا سامع الجماعه يقولوا انه يسوءك ما يسر الناس. يا ابن أخي، إن مع الكثرة التحاسد والتباغض والتخاذل، وإن مع القلة التعاضد والتآزر والتناصر. يا سيدي على الدرر يا عم قيس. روح يا شيخ، الله يستر عليك. كدت أهلك ظمآن يا بني. لقد اقتربنا من بغيتنا، فتصبري قليلا. الماء يا عمرو، فقد التصق لساني بالأهاتي. الماء يا بني، الماء يا عمرو، الماء. السلام يا عمي، سلام عليكم. قلنا على هونك، كان معك حرمة تطلب موية. الماء يا أخ العرب، الماء. أبشري يا خالة، أبشري بالموية، وبالموية الباردة كمان. هذا ورب الحطيم من شياطين الجن. وعمرة تفضل يا خالة، اشربي بالهنا والعافية. يا عمي على رسلك، صديق، هذا موية يا عمي. شوف، موية زلال عد. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا خالة اشربي، تفضلي يا خالة. اعطيها. يا عم اشربوا بالريق. اشرب خلي اضلاعك تتبشبش. ايوه اشرب كذا. يا عيني عليك، صحة وعافية ان شاء الله. لقد أنقذت حياة أمي وحياتي أيها الرجل. قل لي من أنت؟ يا سيدي الفضل لله سبحانه وتعالى. بعدين ترى احنا ما سوينا الا الواجب. ما هذه اللكنة؟ من أي العرب أنت؟ ايوه، يا دحين تقول له قدام بوابة المعهد العلمي ايش عرف اهله المعهد العلمي هذا. يا سيدي انا من العرب البائدة. ما سمعت بها قط. يا سيدي العرب البائدة يعني الناس البائدة برا بيوتهم، يعني حقون الاستراحات. ما علينا. بعدين ايش قصتك انت ماشي في الصحراء كذا لوحدك ومعك هذه الحرمة اللي في الهودج، لا حنيس ولا ونيس، ايش القصة؟ هذه أمي أم عمرو، وأنا ابنها عمرو بن كلثوم، وأنا ذاهب إلى عمرو بن هند. يا عمي اشرب اشرب، خلي اضلاعك تتبشبش. ايوه اشرب كذا. وأنا ذاهب إلى عمرو بن كلثوم، وأنا ذاهب إلى عمرو بن هند. يا عمي اشرب.
هل تعلمون أحدا من العرب أنف أمه عن خدمة أمي؟ نعم، أم عمرو بن كلثوم. إذن أرسل مبعوثي إليه كي يزورني، ولأمه كي تزور أمي. ايش الحكاية؟ ابن كلثوم وابن هند؟ يا عمي فين الوالد يعني؟ مطب صناعي ولا ايش؟ الله يشوف العالم هذا، كل هذا الجبروت وينتسب لأمه ما عنده في أطلق شنب. كلثوم بن مالك أفرس العرب وهو أبي. عمي لا تزعل، ليش تزعل؟ أنا شوية روق. هند هي أم الملك عمرو، ما بالك يا رجل؟ يا أبويا تمتحن أهلي أنت؟ يعني نخسر بعضنا علشان كلثوم وفيروز ومش عارف إيه؟ هند، قلت لك هند. هند يا عمي روق المنقى. هند خلاص. طيب ولدها هذا كم يبعد؟ مسيرة يومين. يا عمي أنت وجملك هذا والله ما توصل ولا بعد عاميني. اختار اللي يصلح لك. لقد أعياه السفر والترحال، لكنه من نجائب الإبل. يا عمي هية نجايب، الله يستر عليك. يا عمي لو نمشي بالجمل المدمن حقك هذا تدخل علينا الدولة العباسية واحنا ما وصلنا. ما باليد حيلة. يا أم عمرو. لبيك يا ملك الحيرة. اسمعي يا أم عمرو، إذا دعوت طالبا طرف الفاكهة نحي الخدم عنك جانبا وقولي لأم عمرو بن كلثوم ناوليني هذا الطبق وألحي عليها. ولم يا بني وأنت تعلم ما بيني وبينها من النسب، فأنا عمة الشاعر امرئ القيس بن حجر، وأم ضيفتي ليلى بنت المهلهل بن ربيعة هي بنت الأخ لفاطمة بن ربيعة التي هي أم امرئ القيس. يا عمرو. لبيك يا أم عمرو. يا سيدي على التربية. أريد ظبيا أحور العينين أهطل الأذنين متصل الحاجبين. الصيد أمامنا يا أم عمرو وسيكون لك الأفضل. يا عم اذكر الله. انت يا دوبك دحين بغيت تموت من العطش انت وام عمرو، دحين تقول لي صيد وماني عارف ايش. هل أتيت بالصيد يا عمرو؟ يا خالة يا ام عمرو جزاك الله مكروبة. يا ابويا ماكينة بيبسي هي. بعدين شوية كذا توصلوا عند ابن هند هذا اخونا وهتلاقي المعصوب والسليق والندي والمثلوثة. بعدين يا خالة شوية على اخونا عمرو، شكله رايح فيها. لسمعت العرب أن أم عمرو اشتهت ظبيا ولم تجده. استغفر الله العلي العظيم، جزا والدينا الجنة. اسمع يا أخ عمرو، الوالدة شكلها صعبة والطريق قدامكم طويل، وأخونا الجمل هذا قدامه ساعتين ويسلم العهدة، فإيش رأيكم يا عمي؟ رأيكم عشان لا تزعل أوصلكم معايا في الطريق. وراحلتي لا سمعت العرب بأني تركتها. يا سيدي جملكم مودع، إيش رأيك تنحروا لي لأني ضيف، وبعدين ذل أهلنا حتى تقوم الساعة بهذا الموقف، وقول شعر إنك أكرمت الضيف، خلي الخلق كلها تعرف رقم بطاقة أحوال أمنا المدنية. يلا يا عم عمرو الله يسهل عليك، نزل الست الوالدة. وبراحلتك كم ستكون الطريق؟ يا سيدي أنت تقول مسيرة يومين، خليني أنا أقول لك مقدار غلوة براد الشاي. أفصح يا رجل ولا تلحن. يعني يا صديق حذفة حجر. لقد طال بنا العهد لعمرو بن هند. باين عليه مهم هذا ابن هند ولا لا؟ عمرو بن هند من ملوك العرب. اللهم صل على سيد البشر، سبحان المعطي سبحان. أين الظبي الأحور يا عمرو؟ يا ستي وحد الله، ظبي أحول إيش؟ قلنا لك هي مكية الرمح ينزل الظبي. اللهم صل على محمد. تعال.
إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. يا عمي خلي الصبي هذا حقك يتعلم ويقرأ ويدرس، ينفع نفسه وينفع الخلق، بلا تخروا بلا تهروا. يعني أبوي أنا سامع الكسرة هذه، فين سامعها؟ إلا تقول لي هذا ابن هندي، هذا حقك هذا من رؤوس القبائل؟ عمرو، وما أدراك ما عمرو. أهلا وسهلا يا عمرو، أهلا وسهلا. إلي بطرف الثمار النادرة. يا ليلى، ناوليني ذلك الطبق. ليلى، ناوليني الطبق. فلتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. قلت لك ناوليني الطبق، فليس عندي من يناولني إياه. وذلاه وذلاه وعمره. ها قد وصلنا إلى الحيرة. أم عمرو جزاك الله مكرمة. تفضلي يا ستي تفضلي. مرحبا مرحبا. أهلا عم عمرو يا سيدي. تفضل يا سيدي تفضل، رحلة سعيدة إن شاء الله. شوف يا سيدي، ها هي الحيرة. شوف الحيرة، شوف. أتهزأ بنا يا رجل؟ عمرو، شوف الماء يا عمرو، الماء يا رجل. يا ابوي ايش بي شغال على وايت انا، وانت الله يهديك يا خاله كمان نفطر على ملح. الماء يا عمرو. بسم الله. المويه شوف يا عمي مسكرين لهذا ولا زرير عشان عمرو بن هند. ها سرك ولا ضرك، الله يكفينا شرك يا ام عمرو. هل تريدين شيئا يا أم عمرو؟ الصبي الأحمر يا عمرو. الصبي الأحمر يا عمرو. الظبي أحور في عينيك يناديني نحو الأعمق. خلي ينفعك الظبي الأحور دحين. صرخي بأعلى صوتك وأذلك حتى الصباح، ما حد راح يسمعك، الله يكفينا شرك.
الاستقبال. أهكذا يستقبل عمرو بن كلثوم؟ أجرح آخر هذا يا ابن هند؟ وجرح الحارث بن حليزة اليشكري لما يندمل بعد. أهلا وسهلا يا عمرو، أهلا وسهلا. إلي بطرف الثمار النادرة. يا ليلى، ناوليني ذلك الطبق. ليلى، ناوليني الطبق. تفضل يا عمرو. أعزائي المشاهدين، من أرض المعركة ها هي حشود الجيش العربي في طريقها إلى تخوم جارتها الشقيقة. ننقل لكم أدق التفاصيل من عبق أرض المعركة. عبق والله عرفتك من عبق يا ولد. سلامات سلامات، خير خير يا ابو. ايش في وجهك ورجلك؟ تعال 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 تعال. هذه فضلة خيرك يا أخوي. يا شباب الوطن، استغفر الله، إذا ما وقفنا احنا من يوقف. يلا تعال تعال عشان اوصل. الله يطول بعمرك، وأخر عني بس فكري من يا شرك. واد والله ما اتركك. شباب الوطن اترككم لمين يا ابويا؟ اذا ما وقفنا احنا من يوقف؟ جايك وتركب معايا. مسكين الطير اثرت عليه الصدمه. يا ابويا اوصلك لو تبغى المريخ. بعدين تعال، انت فين رايح وايش القصه؟ لا هذا موضوع بسيط وسوء تفاهم بين جارتين وعندهم شوي مفاهمات بينهم وبين بعض. هاي تستهبل انت. هي سوء تفاهم وانتو تفاهم مش عارف. يا واد عسكر وحراميه وجيش ودبابات وطيارات. تستهبل الله يمتحنك. الله يرحم والديك، أنا داخل على الله ثم عليك، نزلني واللي يرحم والديك. طيب شوف، أنا أنزلك بس تقول لي من المسؤول عن الموضوع هذا كله، فاهم؟ شفت الخيمة ذيك اللي هناك البعيدة ذي اللي قدامها عسكري؟ الموضوع هناك.
سلام يا مليح. يا ابوي فين المسؤول؟ فين؟ من هناك؟ ورد. الله يمتحنك يا مزبرق. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أبو هلال، والله ما عرفتك إلا من وصف الشباب للشاحنة لها ب3 سبعات. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنني لم عشت في يا عمي فين رحت أنا؟ ينبع إيش؟ وش فيك عسماشر؟ بسم الله بسم الله بسم الله. يا أبوي آخر عهدي انقطع الديزل ولبقته وسويت لي فرق. يا إيش الهرجة؟ الديزل انقطع ها؟ هذه سيارتي وهذا بريق الشيء وهذا الشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أقول لك الله يجزاك خير يا أبوي ويرضى عليك. ها خليني أجيب جالون هذا نعبي ديزل وبعدين أنا أعبي المحطات اللي قدام. الله يرضى عليك. تامر أمر، جيب جوالينك والحقني. جالون واحد يا أبوي بس ألم العدة ألم العدة وأجيك أجيب الجالون. لم عدتك والحقني الحقني. جالون واحد يا عمي، جيب جالونين 3 وعبي. احنا خسرانين ايش؟ انت خلك مثلي، انا بحياتي ما دفعت قرش واحد حق البنزين. اصفط عند المحطة واخلي العامل يفلل التانكي للاخر، ثم بعدين اذا جايب الحساب رحت وفرقت وخليته. ايش؟ يا قدرة الله ورد. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ولد الله يمتحنك زي ما امتحنت خلق الله. مكرن مفرن يهبل يجنن. يا روح روح الله لا يكثر أمثالك. روح الله يمتحنك. الحمد لله. وش اني مسوي؟ خير تعمل شر تلقى.